إن المستقبل الكاذب هو أن تجلس مع أبنائك في بيت واسع، في بيت تجري من تحته المجاري. وإن المستقبل الحقيقي أن تجلس مع أبنائك في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. إن المستقبل الكاذب أن تستيقظ لأجل العمل وتقول أنا أقوم لأجل الرزق، وتنام عن الرزاق. فأين نحن من هذه المعاني؟ أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا أيها المسلمون، فقد تكالبت علينا الأمم. الشام تبكي والعراق تشتكي، وفتنة اليمن تنادي. المسلمون يقتلون ويذبحون ويحرقون في كل مكان. أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا من هذا النوم واجتمعوا ولا تتفرقوا. وإياكم والتحزب، إياكم والفرقة، إياكم والخلاف. اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تيأس ولا تقنط ولا تحزن. فموسى عليه السلام رأى البحر أمامه والعدو وراءه، وقال أصحابه إنا لمدركون، فقال بكل ثقة بالله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين. لماذا هذا التعلق بغير الله؟ لماذا هذا الخوف من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة، وليس إلى المنظمات ولا إلى الأمم ولا إلى الرؤساء، فزع إلى الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كذب أشد التكذيب. نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى، عاش يتيما صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم. قتل عمه وطورد صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إلى الطائف ألقوا عليه الحجارة حتى سالت دماؤه صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ إلى أين ذهب؟ للناس إلى القوي العزيز. هكذا أيها المسلم علينا أن نعود إلى ربنا وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله